طيب خلينا نروح لتفاصيل بقى واخبار كتير الفتره اللي فاتت، ودي اتقالت كتير وبطبيعه الحال لانه الاهلي توج بهذه البطوله، وبالتالي لاعبته هتبقى فيها كلام كتير وفيها تفاصيل كتير. شوف يا سيدي وخد مني الخلاصه، ماشي كده؟ طلع حمدي فتحي من الموضوع، طلع حمدي فتحي من الموضوع. كل العروض اللي انت سمعتها بعد كده فنكوش. امين؟ حمدي فتحي الوحيد اللي عنده عرض رسمي وفي كلام وامور ماديه، وانا وانت عارفين القصه ديت وخلاص. الاهلي بيتكلم في ال3.5 في ال4، وصلهم خلصت القصه. فحمدي بنسبه كبيره خارج الاهلي. بره حمدي فتحي كل العروض اللي انت بتسمعها للاعيبه الاهلي في الفنكوش منه. في الايه؟ في الفنكوش منه، ما تلاقيش. مفيش حاجه رسميه. في الشفهي منه، والشفهي منه مفيش اكتر منه. يعني فرقه فايزه بافريقيا، اخبار فلان الفلاني ايه؟ مثلا ديانج. في شفهي في السعوديه وفي تركيا. شفهي رسمي مفيش رسمي. شريف نفس القصه، قفشه نفس القصه، الشناوي نفس القصه، عبد المنعم نفس القصه، تاني واحده كمان عبد المنعم، واحده كمان عبد المنعم، نديها واحده كمان بالراس، واحده كمان عبد المنعم بالراس اهي عشان خاطر الناس تنجز في القصه ديت. فده سيادتك ما فيش. انما حمدي هو الحاجه الحقيقيه اللي في القصه. خلاص طلعنا حمدي على جنب، حطيناه كده على جنب. حمدي خلاص، حطينا الاسماء اللي انا حطيتها لك دي على جنب. تعالى بقى حسين الشحات. ايه بقى موقف حسين الشحات عشان برضه تبقى انت فاهم؟ حسين تم الاتفاق معاه على كل البنود قبل اسبوعين 3 من الفاينل. كل الطلبات اللي حسين عايزها ونفسه فيها اتقعد معاه فيها من الامور من الناحيه الماديه، وتقريبا مش تقريبا هي خلصانه بنسبه 100%. وحسين في كلامه بعد الفاينل انا همضي. انا وانت عارفين انه حسين يمضي في اي حته، خلاص من حقه، خلاص هو فري. وبالتالي هذه الفتره عشان برضو تبقى انت فاهم القصه، هذه الفتره اما انه حسين زي ما اتكلم مع الناس واتقعد في العرض واتقعدت في التفاصيل وكل حاجه خلصت، هيرجع من المغرب مع منتخب مصر من بعديها يعني، فيحصل جلسه فيمضي وخلاص والدنيا دي يتقفل عليها، القصه دي تتقفل. او انه حسين يكون عنده قرار تاني بالرحيل لاي نادي. ولذلك عشان كده حسين خرجه من المعادله، لانه حسين بالبلدي كده هيحط بقه في الحنفيه على طول. يعني ايه يحط بقه في الحنفيه؟ مفيش عرض هيجي للاهلي وبعد ما يجي للاهلي يشوف الاهلي موافقين ولا مش موافقين، لا هو هيحط بقه في الحنفيه على طول، ايه بالاتفاق كده، ويتوكل على الله لانه هيبقى من حقه. انما بص هنا بيبقى فيه معادله كبيره ومتغيرات كتير وامور كتير وحاجات كتير وتفاصيل كتير. اقدر اقول لك النهارده كده، لكن عشان ابقى امين معاك، عشان انا ما بحبش ابيع البيعه ديت، اتعلمت كده في الشغلانه، اجي اقول لك ايه؟ اسمع مني، حسين بيبيع، حسين بيحب الاهلي، حسين بيموت في الاهلي، حسين مكمل في الاهلي، واسمع مني والكلام ده كله. ولا ينفع برضه اقول لك ايه اسمع مني حسين هيبيع الاهلي، حسين خلص في حته ثانيه، حسين بيراوغ الاهلي، حسين كذا 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 كذا. لحد اللحظه اللي انا بكلمك فيها دي، عشان بص الدقه والامانه تستلزم ان انا استخدم لك التعبير المناسب. لحد اللحظه دي هناك اتفاق بالتوقيع بعد الفاينل اللي هو اللي خلص ده، وبعد العوده وبعد خلاص كده تمام لحد كده. اما اي متغير اخر هنتكلم عنه لما يبقى فيه جديد في تفاصيله، فاقدر اقولها لك عشان ابقى امين ودقيق. لما تسمع حد بقى بيكلمك في ما هو غير ذلك، افهم كويس ان هو بيبقى عنده نوع من انواع الاستنتاج، او بيحب يسبق شويه، او عايز يبقى عنده رؤيه، وده اسمه اجتهاد يعني، وارد يعني. ما احبش ان انا ما بحبش اشتغله، ما بحبش اشتغل الطريقه دي تحديدا، لانه انت بتتكلم في لعيب كبير ونادي كبير وتفاصيل كتير ومتغيرات كتير، واتعلمنا وشفنا. ففكره ان انت تطلع تقول اصل اسمع وهي ودلوقتي باشا، مهنه مش حته دهنه وياما شفنا فيها، عشان بس ما نقعدش نضحك على بعض.